السلام عليكم. أغبى أشياء لقيتها بالسيارات الجديدة، يعني التطور اللي قاعد يصير فيه غباء. إحنا دائما نعرفه إن التطور يكون لصالح سائق السيارة أو المركبة. يعني الحين لما تيجي شركة تبي تطور لك شيء، ركز معاي ها. يروح يحط لك تشغيل التكييف وتطفيه بتاتش. غبي حيل حيل يعني. على فكرة أنا أعتقد شخصيا، يعني هذا أنا توقعاتي، أتوقع مو أكيد، توقعاتي إن الناس اللي قاعد تشتغل بتطوير سيارات حاليا هم ما يسوقون ممكن سيارات، أو حتى إذا يسوقون سيارات هم ناس، عرفت الناس اللي تدرس ورقة وقلم، اللي بالواقع شيء. ناس لما يجيك مدرب ويجيك دكتور تغذية بيعلم المدرب شلون يطلع عضل، ما هذا أوكي، أنت درست أوراق مو بالصج غير. نفس الشيء أنا أعتقد ان الناس اللي قاعده تصمم وقاعد تطور السيارات هي مو فاهمه، مو مستوعبه شنو. عندكم مثلا فكره لما توقف الاشاره تطفي وترد تشتغل، هذه شغله غبيه. بس انا لما سافرت اوروبا في عندهم قوانين نوعا ما انا اشوفها غبيه الصراحه. ما يصير وانت واقف مخلي سيارتك شغاله. سيارتك إذا أنت بالإشارة أو بازدحام لازم تطفي السيارة عشان التلوث. ما هذه خرافة سالفة التلوث. ما هني دولنا احنا عندنا بترول وهذا وما في شيء، والناس قاعدة تعيش ليه 80 90 ما في شيء. هذه ما أدري ليش أعتقد هم قاعد يبرمجون، هذا ما لنا شغله. ناس ملوت الطاقة والبيئة وهذيلا مفوتين. المهم الشيء الثاني عندكم يلغون الدقم الصجية فيزيكال، شلون بالعربي الموجودة، طفي تشغل، أبي أشغل شيء، أبي أقصر على الصوت أعلي. يا جماعة فهموا، يا مصممين السيارات الله يخليكم ركزوا معي. أو ممكن هو في تعمد، ممكن احتمال في تعمد. مثلا في شركة سيارات كهربائية، لأنك أنت ما شريت السيارة من الوكيل راحوا طفوا سياراتهم. ترى ركزوا انتوا على هالاشياء. هو يقدر يتحكم فيك، انت شابك سيارتك وايرلس كل شيء تاتش، يطفيها يشغل على كيفه. فانا اميل للسيارات اللي للحين ميكانيك. ترى موضوع انك نفس سالفه الجير دقم، لا تكفى، ما يصير. يعني مو كل شيء انت تشوفون التطور تعتقدون انه هو تطور لصالحك. ممكن مو كل شيء يعطونك اياه معناته ان ما في شيء خفي وراه. هم ركزوا على هالشيء. يعني انا دائما قمت اشوف انه قاعد يخلون اشكال سيارات قبيحه، ركزوا على هالشيء. مو حلوه ترى السيارات الجديده، مو حلوه. او كلهم شكل واحد، يلا حلو بس شكل واحد حلو كلهم. ما في الهويه القديمه اللي مثلا من بعيد تشوف سياره تدي هاي شو نوعها. الحين ما في ترى شيء هذا. لو تركزون ركزوا على شيء، ما في النوع هذا قليل. ممكن السيارات اللي حيل غاليه، بورش 911، لامبورغيني، فراري، هذيل شوي ماسكين. مكلارن شويه اوفر تصميمها انا اشوفه وحلو بس ما لها فاليو. أوستن مارتن كشخة وكل شيء، بس تشتريها ب100 تبيعها ب10,000. يعني هذا اللي أنا قاعد أشوفه، ممكن تقدرون تصححوني. أنتوا إيش رأيكم سالفة الدقم؟ يا رجل في سيارة مرت علي توجه المكيف بالشاشة. أنت تخيل، لا يعني أنت عشان توجه، ركز، عشان توجه التكييف أنت مشغل مثلا أغنية، تطلع من الأغنية تروح حق الصفحة الأساسية، تختار مثلا إعدادات السيارة، دش عليه يطلع لك المكيف، تدوس عليه يعني تختار أي فتحة، ولما تدوس عليها تقعد توجه. ليش؟ أنت ليش كلفت على روحك حطيت موتور داخل الفتحة ولغية ودفعتني فلوس عليه؟ أنا ما أبي. خله
انا في سياره، ركزوا على الكلمه، والله العظيم سياره غاليه، والله العظيم شريتها يمكن اول اسبوع او ثاني اسبوع، يعني اول ايامها عداد طفى. ما في عداد، ما تدري البنزين ايش كثر، ما تدري انت كم دايس، ما تدري عن وش بطاريه حراره، ما تدري، والله العظيم طفى. شو اسوي؟ سياره غاليه، المصيبه سياره صد سياره غاليه وشركه قويه يعني براند كشخه يعني. فما بالك السيارات رد هو اشتغل، هي طفت سياره 3 مرات شي، هذا رد اشتغل، بس صارت معي اكثر من مره. بعدين ايش قال لك؟ وتحتاج السياره برمجه زين انا بالله طقيت فيها درب السفر هاي قبل برمجتك، شلون؟ شو اسوي انا؟ هذا سياره غاليه وبراند قوي ولا تاريخ، فما بالك سيارات الجديده. انا في سيارات مرت علي يحط لك المنظره او المرايه هذه اللي بالنص شاشه، ليش؟ ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ ليش شكو؟ وتبين لك نفس المنظره. زين انا ما استفدت شيء يعني. هذه السياره كانت جدا شيء غريب، يعني حاطين لك الكاميرا داخل وبالشاشه، يعني مو قول في سيارات ممكن لو هو شوي شغل الاي كيو عنده شويه كان حط الكاميرا ورا فوق الرقم او شيء كذي، وهذه شاشه. لا هذه كانت الكاميرا فوق المنظره، يعني حط صبي عليها غطيها. ليش؟ ايش قاعد تسوي انت؟ فمو كل تطور محبوب، وانا متاكد لو يصلحون هالاشياء سياراتهم راح تزيد مبيعاتها اكثر. يعني لو يخلي لك الدقم نفسها ما قبل، تطفي التكييف، شغل التكييف، اوكي حط لك الاشياء، تغير اضاءه، بتسوي شيء، ما اوكي خلها تاتش. بس في اشياء انت محتاج سرعه استجابه فيها، الا وهي بتعدي اقصد بتعلي على الراديو وبتقصر عليه، وهذا لازم سرعه، لازم تاتش. هذه شغله. ثاني شغله عندك المكيف، اتحكم فيه ميكانيك، اساسيات هذه. عداد حط لي ابره، مو تطور ترى، والله مو حلو ان العداد مو حلو صدق ما في ابداع. هذا يثبت لك ان اللي قاعد يصمم ما عنده ابداع، ما يعرف. ايوه لوحه فنيه ترى، صعب انك تسوي ابره، ها ركز على شيء ترى صعب، مو شيء سهل ان تطلعه بشكل حلو. ففي اشياء انا اوكي طور مناظر جانبيه، خل فيها كاميرا وخلها منظره موجوده عاديه. ليش؟ والله المنظره عبت ماي شيء، طب تدوس دقمه طلعت لك بالعداد مثلا شاشات شيء، اوكي حلو، نفس في كيا مسوين الحركه هذه جميله. عندك مثلا المرايا، ايش تبي انت؟ خلها كذي، خلها ما راح احتاج انك تحط لي اياها شاشه ما طول السنين. يعني في اشياء تبين لك اذا الشيء هذا زين ولا مو زين وتطور منه. في اشياء ما لها معنى، يعني انت كنا انا اشيل التاير الاسود اخليه ابيض، ايش تبي؟ فانتوا ايش رايكم؟ شنو العيوب اللي ودكم تتعدل بالسيارات الجديده؟ مع